كل عاداتها وتقاليدها اللي بتقوم على البلد والقيم الجميله. نادي الجامعه والسعيد هو نادي ثقافي ويطمح في نشر الثقافه والصوره الفوتوغرافيه لتعريف باقي الثقافات والمهارات المجتمعيه داخل الحياه المصريه وخارجها من خلال تقديم كل القيم المفيده للانسان واللي بتنعكس بفكر ايجابي على الشباب. احنا بننظر للجمال وبنخاطر الله سبحانه وتعالى في ابداعاته، ولذلك احنا بنسبح بالكاميرا. نادي كاميرا بورسعيد انشئ 11/2007 ومن ذلك التاريخ كان له العديد من المشاركات على المستوى المحلي وخارج المستوى المحلي على الصعيد العربي والعالمي من خلال مشاركات أعضائه. وكان في الوقت ده في 2007 النادي الوحيد في مصر اللي موجود على الفيسبوك في الحقيقة. وكان بورسعيد في الوقت ده لم يكن التصوير انتشر فيها بالشكل اللي احنا بنشوفه النهارده. ويمكن اكثر الاسماء اللي موجوده على الساحه النهارده احنا كان لنا شرف ان هم كانوا اعضاء لينا، احنا بنحييهم ونبذلهم اينما كانوا. المرور بتاع السنوات خلى في نوع من النضج عندنا للشباب اللي موجودين، رغم ان ظروف مصر طبيعتها يعني بيبقى حد شويه من الانسان يمسك كاميرا ويصور، ولكن كان الشباب طوروا نفسهم واجتهدوا. احنا النهارده اللي شفناه ده بيمثل خمس مخزون الصور اللي موجود عندنا. فاحنا النهارده اتكلمنا بالمجموعه دي هي تمثل خمس المجموعه الموجوده عندنا، ودي يعني رصيد ذاتي من الاعمال الفنيه. عايز تنظر لكل مصور من الناس اللي شاركت، سواء اللي كانت واقفه معانا او لظروف عملنا ومنعتنا من التواجد، ان ده اخراج حاله من الانصهار ما بين الانسان والمجتمع. كل انسان فينا بيبقى له مدركات وبيبقى له ثوابت نفسيه بتبقى موجوده. الدراسه اللي احنا بنقدمها في النادي هي سمحت بنوع من المحاكاه ما بين مقسومات الفرد ويعني مكتسباته وحالاته النفسيه والعقليه وبين الواقع. وكان دور النادي هنا اللي هو عم يجمع نوع التوفيق ده ما بين اللي جوه وما بين اللي بره في اطار علمي. احنا بنعمل بعلم الفوتوغرافيا ليس بمنظور انا رؤيتي او وجهه نظري او انا شايف. احنا بنجتهد ان احنا نقدم الفوتوغرافيا بشكل علمي منسوب لمراجع علميه، والحمد لله يعني احنا كان لنا مشاركات في تحكيم داخل مصر وخارجها، ولنا الحمد لله مشاركات على المستوى العربي على مستويات احترافيه عاليه. احنا هنا مش في مجال ان نذكر الانظمه اللي احنا بنهتم بها ونمارس من خلالها هذا النوع، ولكن نادي كاميرا بورسعيد هذا النادي الذي يحدث بداخله مجموعه من خيره اسر بورسعيد الحقيقه كانه ايادي بيضاء على الساحه الفوتوغرافيه محليا وعربيا وعالميا. خرج من جواه ناس تحتل مناصب لاول مره في الوطن العربي، خرج من جواه مصورين يمثلونا على اصعده دوليه. فانا بحيي كل اب وكل ام شجعوا ابنائهم على الاستمرار في هذه الهوايه، ساندوهم صوروا عليهم وشجعوهم علشان يحصلوا ما حصلناه اليوم. انا بحيي الاول كل اسره وكل اب وكل ام على دعمهم لابنائهم. طبعا لو لم يكن هناك بيت كبير يحتوي هذا الاتجاه وهذا الانصهار ما بين الفرد والمجتمع ما كان لنا ابدا ان احنا نقف النهارده في هذا المكان اللي يحمل تاريخ ونقدم خير الاعمال. فانا بحيي طبعا القائمين على مكتبه مصر العامه احتوائهم هذا النادي رغم الازمات السياسيه والامنيه اللي مرت على السنين، وصبرهم علينا في الظروف المختلفه اللي بتمر عليها مصر. وانا بسقف لهم تاني بفضلهم علينا كلنا الحقيقه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. قسم الله سبحانه وتعالى وقسم الله سبحانه وتعالى بحرف النون
إذا كان ما سأقوله لا يتعارض مع الناحية الدينية مع تفسير حرف النون، فإن كانت النون هي بداية كل نقطة، وكل نقطة هي التي بدأ بها كل كتابة وكل حرف وكل رسم، فإن الله سبحانه وتعالى يكون أقسم بالنقطة لما لها من نظر في التاريخ وفي الحضارات. والصورة هي في حد ذاتها هي خط بدأ بالنقطة. إذا الله سبحانه وتعالى قد يكون، وهذا معنى لا يتعارض مع الحرف والإنجاز، وهو حادث لكل حضارات ولكل ما يعيش هذه الحضارات. الصورة بدأت منذ الرسم أو النحت على الحجر، فهي قيمة معاصرة ربنا سمح لنا من خلالها أننا نجمد لحظة، والأوقات بتجري وبتمشي وبتروح، وكل ما نحمله من قيم جميلة نفسية وعاطفية، ولكن الصورة ربنا جعلها لتثبت هذه اللحظة. فنرى أبنائنا من وقت ما كانوا أطفال والنهارده بتحمل أصواتهم من سنين، وبالتالي النهارده الأبحاث العالمية لنا ثقافات وحضارات عرفنا منها ودرسنا الإنسان الأول والحضارات الفرعونية والفينيسية والبابلية والأشورية وغيرها من الحضارات. فالبشرية بتدين لله سبحانه وتعالى من أفضاله كتير علينا إن هو سخر لنا حاجة تكون آية علشان تذكرنا بما مضى. دي رسالة مباركة من الله إن شاء الله، طالما إن إحنا بنعمل بيها بشكل جاد يخدم المجتمع يخدم النواحي الإنسانية. إحنا كلنا بنمجد الصورة وحريصين على إننا نسجل اللحظة، نسجلها بكل ما فيها معاني إيجابية وفيدنا. أنا يعني خادم كنت وما زلت وسأكون خادم للصورة وللنادي، وكل هذا يعني يشرفني ان انا اذكر ان هو كان من اجل وسيظل بورسعيد ان شاء الله. فكلنا بنعمل من اجل بورسعيد، وطموح النادي ان يصل العالميه من اجل بورسعيد، وهذه الجوائز بنعدها ان شاء الله لادوار عالميه. احنا تشرفنا ومن شرف فينا وصل لها، وان شاء الله بنعد باقي المجموعه الموجوده ان شاء الله، وهم كثيره الشباب خلقا، وهو اساس فكره الفنان، لان الفنان لا يمكن ان يكون فنان ملك له، هو من اصل كريم، يكون محب لله ويكون مخلص ويكون صادق. لحظه الصدق دي هي اللي تسمح بالاندماج بينه وبين الصوره، ودي لغه عالميه. يعني الصور اللي احنا شفناها كلها هي لحظه التعامل بين الفنان وبين الصوره في جزء من الثانيه، زي الصوره اللي كان فيها زمان محمد الجندي واللي فازت على مستوى افريقيا والشرق الاوسط. هي اختار لحظه داعب فيها الموت وجه الطفله، فشعرت بالبراءه وبهذه المداعبه الحانيه اللطيفه، فابتسمت ابتسامه طفوليه. لم يكن هذا الرجل له قلب صادق، لم يكن ابدا اقتنص هذه اللحظه، ولان هذه الاقتناصه هي صادقه تم اعتمادها من شركه هي من امهات الشركات على مستوى العالم، واجمع حكام ما يعرفوش بورسعيد ولا مكتبه مصر العامه ولا محمد الجندي، اجمعوا على ان دي صوره ان تستحق وتتفرد. اذا الصدق هو معيار النجاح، الصدق هو معيار الصوره، الصدق هو اساس الفن واساس الفنانين. فانا بحيي كل الحضور، وان شاء الله رؤى يكون بدايه لمجموعه ان شاء الله قادمه من المعارض باذن الله. فكل تحيه لحضراتكم.